جبت سكوتر واستخدمته لمدة شهر وده اللي حصل. انا دانيال هشام ودي سلسلة هجرب واقولك، ودي السلسلة اللي بجرب فيها حاجات انتوا اللي بتقولوها لي في الكومنتات. اعمل لايك وفولو ويلا بينا. اكتر حاجة لاحظتها ان حياتي بقت اسهل بكتير، الزحمة مش فارقة، بركن في اي حتة، والمشاوير اللي كانت بتاخد ساعة بقت نص الوقت تقريبا، وكمان اوفر بكتير. خش دلوقتي نشوف هنحط بقد ايه. انا بحط بنزين ب 100 جنيه تقريبا بيقعد معايا اسبوع، مع ان مشاويري كتير وبعيد. نروح نشرب كوبايه قهويتوس. احنا حطينا بقد ايه بقى؟ حطينا ب 100 جنيه. عايز اعرف بقى احنا مشينا بيهم قد ايه، فاقول لكم دلوقتي مشينا بتاع 400 كيلو تقريبا يعني. الموضوع ممتع جدا، الاحساس وانت سايق في الهوا يخليك تحس بحريه مش طبيعيه، لدرجه اني بفكر ابدا اعمل فيديوهات سفر بالموتوسيكل واسافر بيه بلاد مختلفه زي ما كنت بعمل بالعجل. بس خليني اقول لك حاجه انا بفكر فيها، انا ابتديت اكون مقتنع ان السكوتر احسن بكتير من العربيات في مصر، خصوصا لو انت شاب ولوحدك ومش محتاج حد يركب معاك. العربيات اغلى بكتير والبنزين نار والزحمه بتضيع نص العمر، بينما ان السكوتر عملي ورخيص وسريع. قولوا لي ايه رايكم، هل فعلا السكوتر او الموتوسيكل ممكن يكون بديل حقيقي للعربيات في مصر، ولا دي مخاطره كبيره؟